يا صباح الفل، الأهلي بطلا للسوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز في الإمارات بنتيجة 1-0 بهدف علي معلول من ضربة جزاء. ماتش كان فيه مشاكل وأحداث كتير أوي من قبل الماتش، إن الزمالك انسحب وهنجيب مين يلعب، طب لما الاقي يلعب بيراميدز الاستاد هيتملي والكلام ده كله. المهم عدينا الكلام ده كله والماتش بدأ وكان أحداثه حلوة أوي. ماتش كان مقفل شوية كده، لكن الأهلي كان شوية بيضغط، وبعد كده بيراميدز رجع للماتش، وبعد كده الأهلي استحوذ لكن ما بيعملش خطورة، وبعد كده القصه اتقلبت. مش دي القصه، مش عايز ادخل في تفاصيل تكتيكيه شويه، لكن عايز اتكلم معاكم عن الاهلي المجمل في الماتش كان عامل ازاي. الاهلي يعني هبدا معاكم مثلا الماتش ده فوق واحد زي الشناوي، او رجع لنا نسخه الشناوي بتاعت 2019 2020. كذا كوره في الماتش، لكن اهمهم طبعا اللي عليها السبوت دايما هي الكوره اللي طلعها من وليد الكارتي وهو الراجل واقف في الستة ياردة. يعني كوره كانت صعبه، كانت صعبه، وشايف فيها رد فعل عالي قوي من الشناوي. الشناوي بيبتدى يرجع تاني وياخد خطوات ثابته ويرجع ثقه لنفسه ولجمهوره والخط دفاعه. كان بقاله كام فترة كده وموجودة لحد دلوقتي عشان نبقى حقانيين وفير، يعني طلعاته في الكرات العرضية فيها مشكلة، وأوقات صح وأوقات غلط، وأوقات بيغلط غلطات كده غريبة. لكن في المجمل هو الحارس الأول في أفريقيا، وافقنا ما وافقناش هو الحارس الأول في أفريقيا، وكان ليه دور كبير جدا 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 في الفوز بماتش السوبر. ماتش مهم زي ما قلت لكم، فهو واحد زي معلول اللي شفناه امبارح بيتعصب. وخلي بالكم معلول ده من اللعيبه اللي ما بتتعصبش بسرعه، لعيب بارد في الملعب. يعني مثلا بصوا كده في تاريخ الاهلي ده كله في السبع ثمان سنين هو تلاقيه اتعصب مرتين ثلاثه، اعتقد ماتش الوداد مره وماتش الترجي مره وامبارح. هو بصراحه بيني وبينكم الشيبي ده لعيب غريب. من ماتش الكاس مصر وهو بيستفز في الجمهور وبيستفز في اللعيبه، انا مش عارف هو كل ده على ايه. الراجل حق ربنا اوفراته سم، الراجل الاوفر بتاعه عارف رايح فين. لكن هو في الاول وفي الاخر لعيب نازل كده يموت نفسه مش ككوره، عايز يحرق اي حاجه في الملعب وعايز ياخد يبين انه جرينتا ويحرق الجمهور ويتعصب. لكن كل ده بلح، يعني انا ما بحلقته دي اصلا مستفزاني جدا. محمد عبد المنعم لعيب بكواليتي، كنا بنقول عليه مغرور وما زال مغرور. ولكن هل تعلموا ان محمد عبد المنعم ما كملش لسه 100 ماتش في مسيرته؟ يعني وصل للخبره والنضوج ده والطلوع بالكوره والكلام ده كله، هو ما كملش لسه 100 ماتش في مسيرته. مش ببالغ، لكن هو لعيب، اقول لكم بيفكرنا بابراهيم سعيد، اللي هو طلعت ابراهيم سعيد، اللعيب اللي بيعرف يطلع بالكوره، عنده حلول لما بيبقى فيه كورنر او كوره عاليه. عنده حلول، لعيب عمله نادره موجوده في الملاعب المصريه وفي منتخب مصر، لازم نستفاد بيه كويس جدا جدا. آه، محمود متولي ما كانش وحش. محمد هاني يعني شاف انتقادات بدينه زي ما بيقولوا، بس الراجل قدر يتجاوزها بقاله فتره، ومن احسن باكات الرايت اللي موجوده. قدر يعني يدوس على نفسه ويرجع تاني لمحمد هاني اللي احنا عارفينه. حتى يعني لما خرج ونزل عبد الفتاح ما حسيناش. خالد عبد الفتاح لما نزل، دي تغيير كولر، ده اللي هتكلم عليه في اخر الحلقه، ان كولر عمل ايه بخالد عبد الفتاح. لكن الراجل عمل اللي اتطلب منه، اللي هو قفل على رمضان صبحي عشان محمد هاني تعب، ومحمد هاني خلاص ما بقاش قادر. فبالورقه والقلم لازم واحد يبقى لسه على فريش انه ينزل يغطي على رمضان صبحي. حمدي فتحي طبعا لعيب قلبه ميت، بيسيب قلبه بره وينزل الملعب. بيعمل تاكلينجز، بيعرف يعمل تاكلينجز ازاي من غير ما يتحسب عليه فاول بنسبه كبيره. الكرة بتاعت الشوط الاول، لعيب ما بيخافش، لعيب تحس ان هو معجون بالنادي الاهلي، على طول مكشر، ودي حاجه غريبه، عم اضحك شويه. لعيب تطمن هو في الملعب. مروان عطيه ده بقى الحاله اللي انا شايف من اللعيبه نص ملعب القليلين في مصر، او في النادي الاهلي برضه عشان بنتكلم عن النادي الاهلي، اللي اذا كان بيلعب 6 او 8 بس بيبص لقدام على طول. التاكلينج الباس بتاعه بيبقى لقدام، وبيلعب بوش رجله خارجي حلو قوي، مش ببطن رجله بس، لا بيلعب بوش رجله خارجي قوي. لعيب اعتقد يعني لو في سيناريو احسن من ده في حياته مش هيحصل احسن من كده. الراجل جه الاهلي في شهر يناير، شهر 2 لعب كاس عالم انديه، شهر 3 متصدر دوري، شهر 4 خد كاس مصر، شهر 5 خد كاس سوبر. يعني سيناريو ما يحلمش بيه طول عمره. وبيني وبينكم انا شايف ان احنا غفلنا الحاج محمد مصلحي ب 25 مليون جنيه، اذا كان ده ب 25 مليون جنيه بس، فاحنا بصراحه غفلنا الراجل يعني، ونشكره على الواجب ده. مين تاني؟ احمد عبد القادر عنده مشاكل طبعا، لعيب مهاري، وبرده من اللعيبه القليله في مصر المهاريه فرديه جدا، بس بطيء. خلاص هي الخلاصه انه بطيء، والقرار الاخير صعب شويه عنده يعني.
لكن ما نسالوش التاكلينج اللي عمله في الشوط الثاني اللي هو رجعنا الماتش، او بمعنى اصح منع ان يدخل فينا جون. تاكلينج ده انا هفضل فاكره له، ممكن ما يكونش حد خد باله منه، لكن فعلا يعني كان في وقت مظبوط. دي الميزه الوحيده دي في الماتش بالنسبه لي. محمد شريف لسه تايه. هو انا معترف دايما محمد شريف ده من احسن المهاجمين، او من احسن ناس تعرف تخلص قدام الجون، بس هو الماتش كان تحس تقيل عليه شويه او كبير عليه شويه. بيرسي تاو صفقه الاهلي اللي ما فيش زيها، اللي كولر قدر يفوقها تاني، احسن لعيب في الاهلي واحد على واحد. طبعا مش هنتكلم عن التقييمات اللي اداها له كابتن رضا عبد العال وكابتن ابو الدهب وكابتن مدحت شلبي، يقول لك اصل النهارده كان وحش. الكلام ده كله طبعا هو بالنسبه له من الناس دي ان اللعيب الكويس اللي يعمل جون، يعمل اسيست او يجيب جون. اكتر لعيب في الاهلي هو مروان عطيه، عندهم ميس باص، الكرة بتطلع من رجله بحساب، يعني من الاخر محترمه كده، عارف هو هيلعب الكرة لمين، مش هيطلعها وخلاص. فبيرسي ده بره النقد، دي وجهة نظري طبعا. ولاعيبه تانية طبعا، كهربا لما ينزل بيعمل اختلاف، ربنا كرمه قوي 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 بحب الجمهور. وبرده من السيناريوهات الغريبه حاله كهربا دي، انه يتوقف 6 شهور وينزل، وده شغل كولر هتكلم عليه برده. حسين الشحات لما نزل عمل الفرق، طول عمره بيعمل الفرق، كان مضغوط على طول، ودلوقتي بقى له فتره هو اللي شايل خط هجوم الاهلي، الخط اللي قدام ده كله هو حسين الشحات اللي شايله. حاجات كان ماتش يعني شفناها بقالنا كتير ما شفناهاش في الاهلي، اللي هي الروح الجامده دي، اللعيبه اتعلمت الكلاحه بتاعت الكوره، امتى نتعصب، امتى نهدى، امتى نجري على الحكم عشان نتخانق يرجع للفار. حاجات كنا مفتقدينها بقالنا سنتين ثلاثه في الاهلي. آه، كل ده كان حلو قوي، لكن اللي لازم نقف عنده هو كولر. وبالمناسبه عشان ما حدش ياخد الحته دي مني ويقول لي لما يخسر انت قلت على كولر، لا، ما هو فيش مدرب ما بيخسرش، طلع لي مدرب في العالم ما بيخسرش. لكن كولر لما جه هو عمل طفره للنادي الاهلي. الراجل جه دخل لعيبه نفسيا واقعه كلها، لعيبه الجمهور كله بيتريق عليها وبيطالب انها تمشي، فقال لك علشان اخد اي بطوله هبدا او هبني البيت من جوه تاني، اعيد ترتيبه من جوه. الراجل اول حاجه ما بقاش عنده لعيب اساسي اول ما جه. الروتيشن بيعمله زي الكتاب ما بيقول، مش اي روتيشن وخلاص اغير 5 6 في كل ماتش عشان يبقى اسمه يعمل روتيشن، لا، الراجل بيعمل روتيشن في المعقول على، وبيشتغل بدني فعلا كويس جدا. النقطه الثانيه، طب حللنا مشكله اللعيبه ورفعناهم نفسيا وظبطناهم، لا تعالوا بقى، ما أنا عشان اخد البطولات لازم بالترتيب، ارتب اللعيبه نفسيا وهيئها، ابتدي اخد بطولات محليه، ابتدي العب بقى دوري ابطال افريقيا وكاس عالم. هو الدنيا قلبت معاه شويه في الاول بترتيب البطولات، لكن هو ظبط البيت زي ما قلت لكم من جوه. بعد كده رجع الاهلي خد البطولات، ابتدى يرجع الاهلي للبطولات المحليه اللي هو خسرها. الاهلي خسر، خلي بالكم، 4 بطولات محليه في سنتين، ودي حاجه نادره انها تحصل، ان الاهلي يطلع موسم صفري محلي. فعمل الراجل جه خد كاس سوبر، في كاس مصر، في كاس سوبر، الدوري اول، فالدنيا ماشيه يعني. لكن بالورقه والقلم كولر يعني ماشي زي الكتاب ما بيقول، او زي الباث او الخط اللي الاهلي طالبه منه. كل بطوله اخشها عايز اكسبها، بس اكسبها ازاي بقى؟ بطرق مختلفه. فهم افريقيا ازاي، فهم ان امتى افتح الماتش وامتى دافع. هو ابسط مثال ماتشين بيراميدز الاخرانيين، ماتش ساب الاستحواذ، وماتش هو اللي خد الاستحواذ بتاع السوبر. فبقى فاهم هو بيعمل ايه، وكل ماتش ليه ظروفه. بقول لكم راجل ما اقدرش الومه على حاجه دلوقتي. روتيشن معمول، دوري اول دوري، احسن خط دفاع واحسن خط هجوم بالارقام، ما خسرش ولا ماتش محلي من بعد ماتش سان داونز الخماسيه، لعب 8 ماتشات خسر، ما خسرش ولا واحد، اتعادل ماتش واحد بس اللي هو الرجاء هناك، وكسب ال7 ولا ال8. حفز اللعيبه، عرف يطلع واحد زي كهربا، زي حسين الشحات، زي بيرسي تاو، زي حمدي فتحي، يستغله في ادوار هجوميه. ده دور مدرب يا جماعه، ده هو ده اللي انا عايز اوصله، ان الراجل مش مدرب كده على الله. هو بقولها تاني، هيخسر وهيمشي في يوم من الايام، لكن هو جاي لقى قماشه معينه اشتغل بيها، كل ده ما حدش دعمه بمهاجم، خلي بالكم، زي ما كان طالب، بس الراجل بيتعامل بالاوراق اللي عنده. مدرب لازم بجد يعني نحترم ان الثقافه دي، اللي هو المدرب الهادي على الخط،
الإعلام في ناس بتحاول تستفزه، هو ما لوش دعوة، بيتسو موسيماني كان بيرد، فايلر أوقات وأوقات، جوزيه طبعًا أنتم عارفين بقى لا حرج كان بيعمل فيهم إيه، لكن هو عارف إمتى يرد وإمتى ما يردش، وعلى طول في ضحكة كده. طبعًا بقى غير الحاجات الفرعية بتاعتنا إحنا كجمهور أهلي، إن هو أول مدرب مصري يكسب بيراميدز 3 مرات ورا بعض في 3 بطولات مختلفة، دوري وكاس وكاس سوبر، كسب بيراميدز 3، كسب الزمالك 3، كسب الزمالك مرتين، مرة 3 في الدوري ومرة كاس سوبر. دي حاجات اللي إحنا بنحبها كجمهور بقى، لكن هو كمدرب بقى overall أو تبُص على الموضوع من فوق، لأ، كوتش وبيعرف يغيّر الملعب، حتى لو لاحظنا تغييراته ما بقتش متأخرة بقى لها 3، 4 ماتشات من أول ماتشات أفريقيا. لأ، هو بيشوف في مشكلة في الملعب على طول الشوط التاني يبتدي يغيّر، ما بيستناش للدقيقة 60 و65 و70 زي ما بيعمل. تغييراته بيعمل حساب الماتشات اللي جاية، يعني بيعمل حساب اللعيبة مش قادرة، لأ، لأ، بيعمل حساب كل حاجة. يعني تغييرة خالد عبد الفتاح امبارح دي، هو محمد هاني عامل ماتش كويس، بس هو خلاص 100 دقيقة، طلع في الدقيقة 100، فخلاص هو الراجل مش قادر على رمضان صبحي، بالذات إن رمضان صبحي كان في النُص ولمّا جاله على الطرف بقى هنا أخطر، فهو محمد هاني مش هيقدر يجاريه. وعنده ماتش كمان أسبوع، ماتش الترجي، فهو بيحسب كل الحسابات. كولر مدرب كبير يا جماعة، نحافظ عليه، نحميه من الإعلام. أول واحد اتكلم على الجمهور وطلب إن الجمهور يرجع الاستاد تاني، الجمهور طول عمره بيشجع الأهلي من البيت، لكن هو اللي نكش كده إن الجمهور يرجع الاستاد تاني، وبالتالي مجلس الإدارة هو اللي اتحرك. ببساطة كولر لو مشي النهارده، هو سايب فرقة ليها قوام، فرقة واقفة على رجليها، فرقة لمّة نفسها على قلب واحد، يعني هو ده اللي أنا عايز أوصله لكم. مش هنقارن ببيتسو موسيماني، لكن بيتسو موسيماني التاريخ هيقف عنده إنه من أحسن المدربين اللي جابت بطولات، دي عشان نقعد بقى نختلف ونتفق للصبح على موسيماني، لأ، هو مدرب جاب بطولات للنادي الأهلي وعمل تاريخ، لنفسه طبعًا وللنادي الأهلي. لكن لمّا مشي الفرقة كانت نفسيًا واقعة وبدنيًا واقعة، واللعيبة عايزة تمشي واللعيبة الجمهور دايس عليها، لأ، كولر النهارده لو مشي سايب فرقة. أي مدرب هيشتغل على زي ما بيقولوا خامة نضيفة موجودة قدامه أو فرشة نضيفة على الأرض، لأ، هيبتدي يشكِّل تاني براحته ويشوف كل حاجة. ده اللي أنا كنت عايز أتكلم معاكم فيه. مبروك للأهلي السوبر، مبروك لجماهيره، مبروك لكولر، مبروك للشناوي، شكر خاص للشناوي وعلي معلول، بس الشناوي عشان هو رجعنا فعلًا لنسخة كنا محتاجينها، بالذات في الوقت إحنا داخلين فيه بطولة أفريقيا. ألف مبروك مرة كمان للأهلي ولجماهيره، ويعني يا رب دايمًا كده بقى كتر من أفراحنا، وإن شاء الله، إن شاء الله حلقة جديدة هنعملها بس بعد ما نكسب الترجي في رادس بإذن الله. ألف مبروك، سلام.